السلام عليكم، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هعمل لكم بامر الله كيكه شاتو. انا اصلا كنت حابه اعمل كيكه عاديه، بس بنتي قالت لي عايزه كيكه شاتو يا ماما. فهنقول مع بعض المكونات ديت. عباره عن 2.5 دقيق، معانا بيضتين وفانيليا 2، وكيك شيف او بيكنج باودر اللي عندكم يعني متاح. دي طبعا كوبايه ونص سكر، فاحنا لسه هنزود. وزبادي 2، ومعانا كاكاو. فدلوقتي احنا هنحط في الخلاط. الاول هناخد الصوص، هنعمله مع بعض الصوص ان شاء الله، وناخد منه جزء هنحطه هنا وعلى الدقيق، والجزء التاني هنكمل بيه هنحطه في الكوبايه عشان نحطه على الكيكه ان شاء الله لما تيجي تستوي. فانا كده نخلت الدقيق تمام، لازم يدخله كويس. هو انا عموما انا بحب الدقيق اللي هو الغله، يعني لو حد يعرفه اللي هو دقيق القمح. غير الدقيق اللي هو الابيض، هو ده حلو وده حلو، بس الطعم طبعا بيختلف. واللي ما عندوش دقيق ابيض يستخدم ده عادي، واللي ما عندوش ده يستخدم التاني، يعني اي دقيق. بس اهم حاجه نعرف العجينه وسمكها طبعا بتفرق في التسويه. المهم دلوقتي احنا نخلناه، فطبعا هنجيب الكيك شيف وننخله هو كمان. ده كيك شيف. كل ما ننخل الحاجه بتفرق على فكره، بتفرق جدا في الكيكه وهي بتستوي. لازم نقلبه كويس جدا، بحيث ان احنا ما تبقاش في مثلا حته خمرانه وحته لا، حته مرتفعه وحته لا، تبقى كلها بسوا واحد بامر الله. تمام. ناخد بقى ايه، كاكاو معلقتين كبار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحطهم في الخلاط زي ما احنا شايفين، وهنجيب الفانيليا، هنفضي الفانيليا هنا. بعدين بقى نفضي الزبادي 2. اللي عنده لبن برضو يحط، الزبادي حلوة واللبن حلو. هنفضي شوية لبن صغيرين. تمام. ادي كوباية سكر، فضينا النص كمان اهو. هنضرب بقى كل المكونات الحلوة دي مع بعض كده. احنا ضربناها، شايفين القوام عامل ازاي؟ بس لسه يعني انا بس معلش اللي حابب يخليها غامقة او بيحب الصوص بيبقى غامق يزود كاكاو عادي، مفيش مشكلة، يزود معلقة كمان. فاحنا كده دلوقتي هنحط الزيت، هي كده اتضربت اهي، فهنحط الزيت بقى كوباية زيت اهي، ونرجع بقى نضربها تاني. بصوا بقى الزيت هلاقيها عامله ازاي، تقيله خالص. يعني اللي مش هتمشي معاه في الخلاط يزود شويه حليب عادي. بصوا بقى، هناخد شويه من الصوص التقيل الجميل ده، كوبايه كده. هو الحمد لله شايفين ما شاء الله اللهم بارك تقيل. هنركنه بقى على جنب. تمام. ضربنا بقى هنا ايه، بعد ما فصلنا اخدنا اللي احنا عايزينه، هنحط بقى هنا البيضتين ونضربهم في الخلاط. بصوا يا جماعه، بعد ما ضربناهم في الخلاط وحطينا البيضتين بقت عامله ازاي، سبحان الله. هنحط بقى هنا الصوص اللي احنا عملناه ونقلب. نفضل بقى نقلب فيها في اتجاه واحد، تمام، عشان الهواء يدخل في اتجاه واحد. خلي بالك عشان المعلقه اصلا بتبقى ايه فيها دقيق واحنا مش واخدين بالنا. نقعد نضرب 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 في اتجاه واحد ونزود. احنا سخنا الفرن اصلا واحنا شغالين دلوقتي، بحيث احنا لما ندخلها تبقى في درجه الحراره، ما تهبطش ولا تاخد هواء ولا اي حاجه خالص. نقعد بقى نضرب كل الكلام الحلو ده مع بعض. شايفين يا جماعه بس قوامه عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. كل ده اتجاه واحد. احنا بقى جبنا صينيه، دي صينيه متوسطه، تمام اهي متوسطه، حطينا فيها
دقيق زيت، وهنحط شويه دقيق صغيرين كده، بصوا كده. تمام. ونفضها عشان ايه؟ عشان تشرب. نفضناها وطبعا الزياده بينزل من الدقيق، هي بس الزيت بيشرب اللي هو عايزه من الدقيق وايه، وعشان ما تلسعش بس الكيكه مننا كده. احنا هنطلع ايه بقى؟ هنطلع دي كده، هنفضي بقى ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نفضي كده بقى في النص. بصوا قوامها جميل ما شاء الله، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. فضيناها كده في الصينيه، حركه كده بس بالراحه بحيث ايه في اي فراغات تطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. ندخلها بقى الفرن اول ما تستوي. نكون صليتوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونرجع لكم تاني. نعمل كوبايه قهوه الحاج صاحب البيت. بسم الله. سلام. بيحب القهوه يا جماعه، اهم حاجه الوش. احلى كوبايه قهوه. نطلع بقى الكيكه بتاعتنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. شايفين بقى ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، لما ننخل كل حاجه بتطلع بنفس المستوى، لا حته عاليه ولا حته واطيه. نختبرها بقى. بسم الله ما شاء الله. شايفين طالعه زي ما هي. بسم الله. نبدا بقى نخرمها عشان تشرب الصوص. اللي عايز يقطعها يقطعها، مفيش مشكله. بسم الله. صب بقى. بحب اللحظه دي قوي. لازم دي سخنه ودي ساقعه. حاضر يا علاء، مستعجل عايز ياكل كده. احنا خلصنا. هنسيبها بقى تهدى شويه، واللي بيحب ياكلها سخنه ياكلها بألف هنا. انا عن نفسي بحب اكلها سخنه. في ناس بقى ممكن تحطها في التلاجة عادي وتطلعيها تاكليها، بيبقى الصوص ثبت. بس انا هسيبها شويه تهدى وتشرب براحتها عشان تبقى طريه كده وجوسي وجميله. بألف هنا يا ربي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت تشاركوني في التعليقات اي تعليق انا هشوفه وهرد على اي استفسارات او اي حاجه. اتمنى تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.